طالب الثانوية مستقبلك رأس مالك، يبقى لازم تخلي بالك. أخلي بالي من إيه؟ خلي بالك من الإجابة الصحيحة، والإجابة الصحيحة حصري في الكتاب المدرسي. يعني لو أي معلم مع احترامنا ليه قال أي حاجة مخالفة للكتاب المدرسي، يبقى كلامه مع احترامنا ليه غلط. واعلم يا طالب الثانوية أن الشهرة ليست دليلا على الإجابة الصحيحة، إنما تعرف الإجابة الصحيحة من قواعد اللغة العربية، ودي متمثلة في إيه؟ متمثلة ليك يا طالب الثانوية في الكتاب المدرسي. خد مثال على اللي قلته ده. لما أجي في باب حذف الخبر وجوبا مع الواو التي تفيد المصاحبة، زي أمثلة كده لما أقول كل معلم وطريقته، كل جندي وسلاحه، كل منزل وحديقته. اللي بعد الواو ديت اللي هي تفيد المصاحبة، اللي بعديها بيتعرب ايه؟ معطوف مجرور ولا معطوف مرفوع؟ اسمع كده للفيديو ده. اسأل. عايزين نعرف سلاحه بقى، ده معطوف. يلا حد يرد عليا. انا افاجئ ان احنا نقول للطلبه ده معطوف مرفوع، لا ده معطوف مجرور، واجد خناقه هو المعطوف اترفع ولا اتجر، وناس تصر انه اترفع وناس تصر انه اتجر، وانا شايف الموضوع تافه جدا. تافه. عارف ليه تافه؟ سمي الله. هو السلاح مع مين؟ يبقى اذا ده اسمه معطوف ماله؟ مجرور. كويس؟ الحقيقة مش كويس. اسمع للفيديو ده. فاجي اقول لحضرتك كل معلم وطريقته. استنى الواو دي اسمها واو مصاحبه. انا اديتك مبتدا، ده مضاف اليه اللي بيجي بعد كل اداه غير منونه مضاف اليه، وطريقته معطوفه على مين؟ على المعلم. حلو. والحقيقة مش حلو. تعال بقى نرجع للكتاب المدرسي في صفحة 61. بيقول ايه في صفحة 61؟ بيقول إذا عطف على المبتدأ بواو تفيد المصاحبة. يبقى الكلام معطوف على مين؟ على كل. يبقى اللي بعد الواو ده معطوف ايه؟ معطوف مرفوع مش معطوف مجرور. ارجع معايا بقى لصفحة 63 في الكتاب المدرسي، وجايب لك كل منزل وحديقته. بص معايا كده، حديقته هنا ايه؟ معطوف مرفوع. في النهاية عايز أقول إن أنا ماليش عداوة مع أحد، لكن العلم أمانة والطالب أمانة. يبقى لازم نخلي بالنا. ورسالتي لطالب الثانوية، مستقبلك رأس مالك، يبقى لازم تخلي بالك.